على حسب بعض المقالات الأمريكية والأوروبية اللي وصفت العرب على إنهم سذج وتفكيرهم سطحي. والحقيقة إن دي ظاهرة فعلا موجودة عندنا في الدول العربية، والظاهرة دي بترجع لعدة أسباب، أهمها قلة الثقافة وقلة التعليم. وعشان الدول العربية ديت من دول العالم الثالث، فالتعليم فيها مش بالمستوى المطلوب. ده غير إن في بعض فئات المجتمع عندهم أمية في التعليم. الإنسان في مرحلة الطفولة عشان عقله لسه بيبدأ يتكون، بيصنف الناس اللي حواليه أبيض وأسود أو طيب وشرير. وديت ظاهرة ممكن تلاحظها في الأطفال، لو رفضت تعمل اللي هو طلبه منك هيصنفك أسود أو شرير. بس انت لو جبتله حاجة بيحبها بعدها بساعة هيصنفك أبيض أو طيب. الناس لما بتيجي تصنف الناس اللي حواليها بتميل لتفكير الأبيض والأسود، عشان الإنسان بطبعه بيحب الحاجة السهلة. والنوع ده من التفكير سهل جدا، مش بيكلفك أي مجهود، يا أبيض يا أسود على طول. عشان كده الإنسان بيحب التفكير السهل. وأهم أساليب السيطرة على قطيع من الناس هو تفكير الأبيض والأسود، لأنك أنت ساعتها بتصدر لهم أفكار معينة. لو أنت بقى مؤمن بيها يبقى أنت معانا وحبيبنا، لو أنت بقى ضد بعض الأفكار ديت يبقى أنت ضدنا. بالرغم إن ممكن يكون أفكارك أنت صحيحة، بس أسلوب القطيع بيعتمد على حاجة واحدة بس، هو قتل التفكير الناقد. أنا بفكر أعمل حلقة عن أسلوب القطيع، وبإذن الله الحلقة الجاية هتبقى عن أسلوب القطيع، هتكلم فيه بتوسع شوية. تعالى بقى نرجع للموضوع بتاعنا. في الحياة بتاعتنا ديت مفيش صح مطلق، الصح نسبي بيختلف من واحد للتاني على حسب المواقف اللي بيتعرض لها، وعلى حسب دماغ كل واحد فينا والمعتقدات بتاعته والثقافة بتاعته. يبقى الصح مش مطلق خالص. عشان كده بلاش نعتقد إن الحقيقة محدش يعرفها غيرنا، أو أنت بس اللي صح. كلنا عندنا أجزاء من الحقيقة. مش شرط عشان حياتك مش زي حياة فلان يبقى أنت غلط. الصح ليه طرق كتير جدا، 2 و3 بيساوي 5، وبرضك 4 زائد 1 بيساوي 5. الطريقتين صح وطلعوا نفس الناتج. فمش شرط بقى ان طريقتك مختلفة يبقى انت غلط. هنا بقى بيجي دورك كإنسان. ربنا ميزه بالعقل عشان يبحث ويدور على المعلومة الصحيحة، ويعرف هي صح ولا غلط. الحقيقة انك لو بتقرأ وما بتسمعش، ولا حابب تعرف حاجة اصلا عن اللي انت مختلف معاه ده، فده بيدل انك انسان غير ناضج. لما بتبص على اللي انت مختلف معاه ده بيخليك تشغل عقلك وتفكر وتطور ذهنك. انت مش طفل عشان تخلي حد يفكر لك. اعرف ان كل واحد انت مختلف معاه مش بالضروري اللي هو يكون غلط، بالعكس ممكن انت اللي تكون غلط. تعالى لما اقولك على حاجة، ما يجي واحد دلوقتي وينتقد الحكومة بيقولوا عليه اخوان او ارهابي، والعكس تماما. لو واحد دعم الحكومة يبقى انت كده معايا وحبيبي. ربنا ميز الانسان بالعقل عشان يفكر بيه ويشغله ويحلل المواقف. بس المشكلة الأزلية اللي احنا بنعاني منها هي حكم الناس بالأبيض والأسود. لو انت مش معايا فده معناه انك عدوي. نفس الأسلوب ده في الكورة، يا أهلي يا زمالك. وللأسف الأسلوب ده أحسن أسلوب مناسب للقطيع، يا أبيض يا أسود. بنحكم بيه على ذنوبنا. احنا في الآخر بشر مش ملايكة، بنغلط وهنفضل نغلط. المشكلة ان احنا بنحكم على المذنب ان هو وحش عشان عمل ذنب. المجرم مش معناه ان هو شخص وحش. لو نيجي نفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه ان في شخص سيء قتل 99 نفس، وسأل مين اعلم واحد في الارض، وراح له وقال له انا قتلت 99 نفس، هل ليا من توبة؟ قال له لا. فقام الراجل ده قتله وبقى كده قاتل 100 نفس. راح لواحد تاني وقال له انا قتلت 100 نفس، هل ليا من توبة؟ قال له ايوه ممكن تنفع تتوب. قال له روح لمكان معين واعبد فيه ربنا. وفي نص الطريق الراجل ده مات. اختلفوا عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لحد ما قاسوا المسافة ما بين البلدين، لقوه ان هو قرب للأرض اللي هو رايح يتوب فيها، فقبضت روحه ملائكة الرحمة. نفس التفكير بتاع الأبيض والأسود في العلاقة بيعتبر من الحاجات اللي بتجيب مشاكل، عشان النوع ده من التفكير بيأثر على الشخص وبيأثر كمان على حكمه على الطرف التاني وبيخلي التسامح صعب. الحقيقة لازم أن يكون في لون غير الأسود والأبيض، تعال نسميه الرمادي عشان يسهل شوية في التسامح. عشان التسامح ده معتمد على تحرير دماغك وتفهم أسباب ودوافع الموضوع،
بس لو هيبقى أبيض وأسود بس الموضوع هيبقى صعب. الجري زون منطقة مريحة، الوصول ليها بيحتاج تفكير معقد، تفكير متعب شوية، بس الحقيقة إن كل تعب ليه فوايد. تكون مرتاح وهتتطور ذهنيا وعقليا، ومع مرور الوقت هتكون متفتح أكتر، وهيكون سهل إنك تفهم الناس. التفكير ده هيخليك سعيد في حياتك. في المنطقة ديت بالذات كل المواقف اللي بتحصل لك هتصنفها في مكانها الطبيعي من غير ما تتأثر بباقي المواقف. التفكير الأبيض والأسود ده بيعزز من فكرة نظرية المؤامرة اللي عايشين فيها العرب، ومستسلمين للوضع اللي هم فيه من غير ما يكون عندهم أي رغبة في معرفة الحقيقة.